ربنا يخليك، هو اوف وايت مش ابيض. فنانة سارة الصايغ، بنرحب بيكي في أول يوم ليكي في مهرجان الجونة السينمائي. كلميني عن الأجواء في أول يوم أول ما جيت الجونة، شايفة الأجواء إزاي النهاردة؟ والله هي الاجواء يعني مبشره جدا، بس وانا لسه واصله فما شفتش اي فعاليات ولا شفت اي حاجه ولا حتى اتفرجت على، يعني احنا داخلين نتفرج على الفيلم اهو دلوقتي. فموضوع مبشر جدا يعني، بس ممكن لما اشوف شويه حاجات اقدر اقول لك يعني. طبعا بالنسبة لأنت طبعا ست دكتورة قبل ما تكوني فنانة، شايفة إن إقامة مهرجان في وقت زي ده فيه خطورة، ولا أنت شايفة إن الجونة بتعمل اللي عليها إنها تعمل إجراءات احترازية وتحمي الناس اللي فيها؟ والله هو زي ما انت قلت، هي بتعمل اللي عليها وبتعمل اجراءات احترازيه. بالعكس، هما كونهم يطلعوا بمهرجان في الوقت ده منظم بالتنظيم ده، ده طبعا افرت كبير عليهم جدا. وكل المجالات بتحاول، اعتقد مش الفن بس، كل المجالات بتحاول ان هي بعد فتره الاغلاق اللي فاتت بيحاولوا يرجعوا تاني حبه بحبه. ودي حاجه يعني طبعا يعني موجوده في العالم كله مش في مصر بس. كلميني عن إطلالتك النهاردة بالأبيض. ربنا يخليك، هو اوف وايت مش ابيض. هناء لمعي، والميك اب ندى مطوع، والشعر علي عن محمد صغير. أنت مع الفنانات يا سهر اللي هي مثلا بتظهر بهدوم مثلا تكون ملفتة للنظر شوية من أجل مثلا البحث عن الترند أو كده، ولا أنت مش بتحبي الحاجات؟ والله بص، كل واحد عنده وجهة نظر في الحياة وعنده رؤية هو حر فيها. يعني أنا ما أحكمش على حد، أو حتى ما أحبش أقول رأيي في حد. يعني أنا رأيي لنفسي. عندي لا، الفترة الجاية ما عنديش حاجة، ربنا يسهل، في حاجات كده بقراها. وعندي المتفائل على المسرح القومي. لسه بتقدموا عرض المتفائل المثال حتى الآن؟ اه الحمد لله، للسنة التانية الحمد لله. شكرا، أشكرك كلك ذوق.